السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بألف خير. النهارده يا جماعة هكلمكم على موضوع جميل جدا، موضوع هيفيدكم. هو مش عاوز اقول ان الموضوع ده يعني خصيصا للبنات وكده، بس الموضوع ده يعني ممكن يعني يكون ليه علاقة برضه بالشباب. ومش جاي النهارده اتكلم في الموضوع اللي هو يخص الحرام والحلال والكلام اللي احنا الكلام اللي احنا بنتضايق ان احنا نسمعه. بس بجد هكلمكم بمنتهى الصراحة وبمنتهى الأمانة. يمكن من فترة قريبة كده عدى عليا كذا بوست على الفيسبوك كان بيتكلم عن موضوع، كل واحدة كانت بتتكلم عن موضوع الخيانة والغدر، وإن أنا حبيت شخص 7 سنين وإن أنا حبيته 10 سنين. القصة دي طلع خايب ومشي. دخل تاني برضو شخص في حياتي عمل معايا نفس الموضوع. وللأمانة أنا بزعل. يعني ليه بزعل؟ بعيدا عن قصة الارتباط دي حرام، وبعيدا عن ان هي ما ترضيش ربنا والحاجات دي كلها، يعني بزعل لانه اللي بيبقى في الموضوع ده بنات ناس يعني. ويمكن انا بتعاطف معاهم، يكون انه ليا طبعا اخوات وكده يعني. فممكن واحد يقول طب هي لو مش محترمة، هي لو محترمة مش هترد ومش هتبادر. بس أنا خلينا نتكلم بصراحة. يعني بعيدا عن ان انت كلمت حد في مشاعر ولا كلمت في احاسيس وحاجات زي كده، هو سمع لك وهو صدق الكلام ده، يا سيدي هو مخطئ وهو هياخد ذنب وكل حاجة. بس احنا برضو لازم نقف مع الشخص ده. لما يكون حد عيان عنده انفلونزا ولا عنده اي مرض، ما نقولوش مثلا انت قعدت تحت المروحه ليه او قعدت تحت التكييف ليه او كذا. بنيجي ناخده كده ونعالجه ونديه العلاج المناسب، وبعد كده نخرجه من الحاله اللي هو فيه، وبعد كده نكلمه في اخطائه. فاحنا دلوقتي عندنا وموضوع كبير، وموضوع كل يوم واحده بتقع فيه. طيب العمل ايه عشان خاطر نقفل الباب ده خالص بجد؟ يعني لان الموضوع اصبح صعب. وانا الحمد لله رب العالمين بحاول وعلى قد ما اقدر ان انا احسن الظن في الناس. فهنقول ان هم بيروحوا للموضوع ده بيضعفوا. مش عايز اقول بيضحك عليهم، بس خلينا نقول ان هم بيضعفوا ويروحوا للموضوع ده. طيب في حاجة انا بستغربها بصراحة. انا قدامي كذا نموذج حصل. يعني مش المفروض انه انا اتعظ سمعت بوست من فلان ولا من فلانة ولا من كذا ولا من كذا؟ دي حاجة. الحاجة التانية، هو بيحبني، احنا بنتكلم، بيسأل عليا وكل حاجة. طب هو قدم ايه للحب ده؟ هل هو حاول ان هو يقابل والدك او يقابل والدتك ويتكلم في النور؟ هل هو لما انت بتطلبي منه ان هو يجي يتعرف على اهلك وترتبطوا ارتباط شرعي يرضى عنه الله ويرضى عنه الرسول، هل هو بيبقى راجل هنا ولا مش بيبقى راجل؟ لما بنيجي نقول للبنات مفيش حاجة اسمها ارتباط، مفيش حاجة اسمها حب قبل الجواز، بيزعلوا. دور على القصص كلها، شوف نهايتها بتبقى ايه. شوف النهاية بتبقى ايه. النهاية بتبقى مأساوية. شخص بيمشي بعد علاقة بتدوم 7 سنين ولا 5 سنين ولا 10 سنين، بلوك بسيط بيخلع. مش عاوز ادلهم على الشباب عشان احيانا بيحصل العكس، بس خلينا نتكلم في الحالات اللي هي بتبقى منتشرة في موضوع البنات يعني. وبيمشي، بتفضل هي
تفضل الصدمة موجودة عندها. طيب مش المفروض من الأول، يعني أنا بشوف قدامي حالات مثلا من الأول، ولو لا قدر الله دخلت في علاقة زي كده، مش المفروض أقيم الشخص اللي قدامي؟ الشخص اللي قدامي ده أعرف هل هو عاوز يتجوز ولا هو بيتسلى، أو هو مجرد عاوز يكلمني وخلاص، أو مجرد إن هو عاوز حاجة معينة في دماغه ويمشي. دي كلها أسئلة أنا بصراحة بتدور في ذهني، يعني أسئلة أنا نفسي بسألها لنفسي أحيانا وبزعل. طب يا جماعة، ما في 90,000 واحدة اشتكت قبل كده، انتوا بتقعوا عليه تاني؟ يعني هو ايه اللي بيخلي الواحدة سوري تبعت الصور وتتهدد ويحصل لها انه يبتز؟ يعني بالله عليكم جاوبوني، اكتبوا لي في التعليقات ايه اللي بيحصل، ليه كده، ليه ما بنتعظش؟ انا طبعا بوجه رساله للشباب، يعني واكتر من مره قلتها والله بعيدا عن اليوتيوب، بقول يا جماعه لو انت ما فيش قابليه ان انت تفتح بيت ولا ان انت تتجوز، بلاش تروح للموضوع ده، بلاش تعشم فلانه، بلاش تعشم فلان، بلاش تعشم فلان، لانه هي لما بتيجي انت ساعتها بتسميها في اسم مش حلو، عايز اقول اللفظ يعني. طب ما من الاول حضرتك، من الاول انت مفيش امكانيه ان انت تتجوز، مفيش امكانيه ان انت تفتح بيت، مفيش، انت اصلا دماغك داخله معاك ان انت تتسلم من الاول، امشي. فالزتونه بتاعت الفيديو ده اللي جاي اقولها لحضرتك يا استاذه، بلاش تخش العلاقه اللي زي دي. هو كويس وابن ناس، هيجي يخبط على الباب، غير كده خلاص. والله انا سني كبير، والله أنا مش مبررات، لانه اللي هيحصل بعد كده مش كويس. اللي هيحصل والله يعني ثقة اللي هيحصل بعد كده مش كويس. انا بكلمك من شاب وعارف دماغ الشباب بتفكر ازاي، مش كويس. فافضل اصبر لغايه لما ربنا سبحانه وتعالى يكرمني بابن الحلال ولا بالزوج الصالح، ولا اروح للسكه الثانيه اللي كلها متعب. وغير كده حتى لو هي كملت مثلا وحصل انفصال، يعني حضرتك انت عاوزه تنسي اللي حصل، وانتوا بتقعدوا كتير عشان خاطر انتوا تنسوا. الموضوع بيتعب معاكم، ممكن تخشوا علاقه تانية بهدف ان انت تنسي الاولاني وتدمري في العلاقتين وتخشي ده. فمن الاول حددي انت عاوزه ايه. اللي عاوزني يجي يخبط عليا، هو ده الصح. وحاول، احنا قصص الاصحاب والانبياء احنا بناخدهم قدوه لينا، احنا نتعلم هما كانوا بيعملوا ايه، بنتعظ. انت تتعظ برضو بالقصص اللي بتحصل قدامك. فالفيديو ده انا جاي يعني ممكن يبقى 80-90% للبنات. يا معشر النساء، يعني حاولوا على قد ما تقدروا تخلوا بالكم، عشان احنا كل يوم بنسمع خبر جديد، بنسمع موقف جديد، واحنا مش والله ما بنلومكم لان انتوا اخواتنا، ولا بنقول ان انتوا لا سمح الله وحشين، لا والله، بس احنا زعلانين عليكم، عشان البنت دي بعد كده بتكبر بتبقى ام. ربي وتعلم. الموضوع بسيط جدا. عاوز حضرتك تتجوزني، بتحبني حب طاهر، حب نقي، قدم لي الحاجات اللي انت بتحبها. قدم لي يعني انا بحبك، انا عاوزك. قدم لي حضرتك. اللي بيقول عاوزني بيروح يتقدم لوالدي، بيروح يعمل كذا، ما حصلش نصيب خلاص ما بينطش من الشباك. ده اللي احنا نعرفه، ده اللي احنا تربينا عليه.
وزمان كان كده، اللي هو كان يقول لك جواز صالونات، وللاسف والله. فنخلي بالنا، نخلي بالنا في النقطة دي تحديدا. زي ما قلت، اللي عاوزني يجي يتقدم، موضوع بسيط جدا. هو لو ابن ناس وواد جدع هيقول لك امين، غير كده هتلاقيه اعتذر. وغير كده عايز اقول لك على حاجه برضو، البني ادم عموما يعني لما بيبقى هو عاوز حد، تلاقيه سبحان الله كده تمام وبيكلمك بكل اريحيه وكده. لكن لما بيبقى انسان جواه غرض معين، المبررات بتاعته بتكتر، المبررات بتاعته بتكتر. لما بتيجي تقولي لي طب تعالى تقدم لي، لا انا مشغول والله، انا كذا والله، انا والله صدقيني الموضوع ده بيحصل، انا حصل مع كذا حاله انا شفتها. فخلوا بالكم. ورساله برضو لكل اب وام ممكن يكون بيسمعوني، حاول تقرب من بنتك. يعني المشاغل والحاجات دي كلها مش اهم من البنت، انت تحتويها وان انت تكلمها. حاول تقرب من اختك. لما هما بيشوفوا اهتمام وبيشوفوا رعاية من البيت، لا يمكن البنت. وخد بالك ممكن تبقى هي مختلط عليها الأمر، بمعنى إن هي عاوزة اهتمام وعاوزة حنان وعاوزة، بحكم إن البيت أو الأب أو الأم مش موفر الحاجة دي للبنت، فتروح تاخدها بره، أو تروح تبقى محتاجاها بره. وأول شخص تقابله ولا جارها ولا أي حد تقول له أنت الذي أخذتني من هذه الحياة، وأنت كذا وأنت كذا. فنركز في الموضوع ده يا جماعة، وربنا يصلح حالنا ويصلح حال الأمة الإسلامية. وأشوفكم على خير.